باعوا خور عبد الله، باعوا الحدود، حكم وين السياده؟ هاي كلها كنا نسمعها من النشطاء، من كثير من الناس الفاعلين المجتمعيين ضد الحكومه ذيك الفتره. هسه الحكومه العراقيه راحت ودعت الخرائط الخاصه بحدود مجالاتها البحريه عند الامم المتحده قبل 4 ايام تقريبا، وهسه صار العراق يقدر يتفاوض مع ايران والسعوديه والكويت بخصوص المياه المشتركه، ويحدد ويكون شريك بها وبثرواتها، بعد ما كانت هاي الدول ترفض دخول العراق للتفاوض بحجه تم رسم حدودك. وهسه العراق يقدر يحدد حقول النفط والغاز وثرواته في مجالاته البحريه، اضافه لفوائد كثيره ممكن نستثمرها بالمواقع الجيوسياسيه لهذه المجالات البحريه. يعني العراق وضع أكبر خطوة تنفيذية دبلوماسية سياسية للحفاظ على حدوده ما بعد تاريخ 2003. وهسه أنت اللي كنت تكتب كانت مواقفك نابعة من وطنيتك لو من أدائك السياسي ومواقفك السياسي؟ اكتب لي رأيك بشكل واضح. راح تدعم الحكومة بخطواتها وإجراءاتها، خصوصا هسه هي جاية تعد ملف بمساعدة خبراء عالميين ودوليين بخصوص الدفاع عن حدوده وسيادته؟ لو راح يكون عندك رأي ثاني اكتب لي بالتعليقات.